بسرعه عند سير دوم امام لويس. قلت حابب بهالماتش اب كثير. حاليا عم بشوف دائما في دبل تيم. موستي بياخذ كره على الثري. قلت لكم الظاهره الان بياتي بثلاثيه ولا اروع. لا 8 نقط له، 8 نقط، 10 نقط لشباب الاهلي، 8 نقط له حاليا في 2 بوينتس عم تتسجل. سنتين بطل المنامه وحقق اللقب 24، لكن قبل هيك كان الاهلي ربحان بطوله الدوري البحريني مرتين. تاريخيا المنامه عنده 24 لقب والاهلي عنده 20 لا شباب الاهلي أول مرة فاز ببطولة الدوري كان موسم 99-2000. توني فارمر لمين عند الظاهرة راح على الباسكت. منك شو حريف، منك شو هاند اوف عند أحمد سلمان. موستي جيف اند جو درايف. شو حلوة، منك شو لعيب، هو بزعفنك. مش معقول هالباسكت بول الحلوة، روعة لا يمكن. 14 بوينتس لموستي بالجيم. شفتوا شو عمل، كيف سلم الكرة، كيف عمل دراي، كيف طلع بالعالي اب اند ان. 14 بوينتس لموستي بالجيم. مصطفى راشد الظاهرة بهالمباراة، صاحب ال 21 سنة، المولود ب 4 يناير عام 2002. انت مبدع، انت رائع. 3 بوينتس متقدم بالنتيجة. نيك عم بيحاول بشكل فردي، ضاعت الكرة، بتروح عند موستي اول ذا واي، عم بيستعرض، عم بيسجل، ما عم بيلعب باسكت، عم بيمتع. احسن فرق الباسكت بول بتكون جاهزة اعتبارا من شهر فبراير باحسن ليفل لها. وحاليا موستي شمال يمين ديسمبر يناير بطل البحرين 24 مرة، أولها عام 1977 مطالب بتايم اوت. وموستي اون فاير اول داي اول نايت. مش معقول شو بتعمل فيه بكل بطولة. بينزل على الأرض وأمير بيطلع بالعالي. أعطوها للي ما بيرحم، أعطوها لصاحب. منك شو عملت فيه، منك شو عملت فيه. وشوفوا هالثقة وشوفوا هالروعة وشوفوا هالحلا. لا مثل هيك لقطة راح أشوفها مرة ومرتين وثلاثة يا مخرجنا المبدع إيهاب نور. أعطيني موستي، كل مرة أعطيني موستي. مش معقول. بلشت الحكاية هون. وزير الدفاع نزل على الأرض، لونج باس. أمير عارف إنه في شوتر ما بيرحم، في لاعب أون فاير. قلت بشهر ديسمبر، بيناير، بفبراير، بالأوف سيزون بيتألق. حاليا 5 3 بوينتس سجلها، 5 3 بوينتس على الشمال، 5 3 بوينتس على كاظمة، و5 3 بوينتس كل واحدة أحسن من شوتي. كل شوتي أحلى من شوتي، وكل واحدة أحلى من الثانية. وشوفوا هالسبن وشوفوا هالدوران. ويسلم إيديك يا مخرجنا إيهاب نور، لأنه في أخطاء كثير على الفريقين. نسب شباب الأهلي على الثري وحتى التورن اوفرز على المنامة، وهذا اللي ما بيرحم أبدا. 29 نقطة في مباراة اليوم، قدر يسجل على كام بالمية. اول داي اول نايت كاتش اند شوت. واو، ريجي ميلر التسعينيات عم بيكون حاضر هنا.